خير على روحك يا خيارة، مش انت عايزة حرب؟ يلا حرب بحرب بقى زبسي. يبقى على آخر الزمن أنا اتحبس عليه عيل ملوش أي 60 لازمة. لما أخرج بس أنا هوريه أيام. أنا تقول لي يا معلم، بس يا معلم أنت هتخرج من هنا على نص ساعة يا معلم. معلم إحنا موافقين ببودرة وعيش وبرازيل، يعني ماشي يعني هو معلم بعد أي حاجة يرمونا مليون مرة أنا عمالة قدام من السجن. فلو على الأسلحة سهلة، الزنزانة اللي قصادنا فيها واحد بيتاجر في الأسلحة، هو قدام الزنزانة اللي احنا فيها على طول، يعني هنعرف ناخد السلاح. عامل سعيد نعم عسكري خيارة. هاتلي أنا بقول أهو طب من بيتهم. هو فيها من سعيدة واحنا عملنا حاجة؟ اطلعوا قدامي يا لمدة من غير كلام كتير. هو فيها خيارة؟ هو من سعيد ملوش انت بالعافية كده ليه؟ لا مفيش يا رجالة، أنا بس عايزكم في مصلحة. مصلحة إيه دي؟ اطلع برا أنت يا عميد سعيد عشان عايزة أكلمه في الموضوع. بصوا بقى يا رجالة، أنا حصل ما بينا ولازم المفروض إن إحنا نحارب بعض، ولو أنا اللي خسرت الحرب دي هو اللي هيترقى وهيبقى مأمور الاسم بدالي، ولو حصل وهو اترقى عليا نعمل أكون بوريكوا أيام سودا. يعني ايه يعني المعلم ده كله اهو رجالته؟ انا كده بقى لازم اتعامل مع العسكري خيارة. ماشي يا عسكري خيارة وانا هساعدك. بقولك يا عسكري زمان انا وانت نبقى صحاب. ماشي يا عسكري خيارة احنا النهارده صحاب. احلى حاجة مفرحانة يا رجالة احنا هربنا من السجن. ايوه يا معلم، دي احلى حاجة. اجروا يا رجالة. قوم يا معلم. قدامي